الكويتي عبد الله جمالي، الرجل الذي ياتي بصافرة البداية للحظات لقاء عمان واليمن ضمن لقاءات خليج 20. نحن وإياكم في انتظار لقاء يكون ممتعا مشوقا بالنسبة لمتابعي ومشاهدي قنوات الكاس في كل مكان. لدينا كرة أولى حاضرة أحمد ماهر، لدينا ركلة ركنية، دقيقتين لا تمر بزمن اللقاء، كرة تلعب بعد ذلك مرات وكورة العماني واحد عن طريق صلاح اليحيائي. المنتخب العماني لا يتم حاضرة في البصرة ومنذ ساعات الصباح الأولى ومنذ وقت مبكر، وهنا لدينا هدف مبكر. الشمس تغيب، الغيوم هي من تكسي سماء البصرة حينما يلتقي المنتخبين طيلة السنوات وطيلة الأعوام وطيلة المواجهات الماضية. الكرة العكسية رأسية يمنية، وبعد ذلك تبعد من جانب الدفاع العماني. كرة تبعد من جانب جمال حبسي، محاولة تقدم مرور عمر الداحي يلعب العكسية وكورة بعد ذلك وقوع. ركلة جزاء للمنتخب اليمني، ركلة جزاء تأتي للمنتخب اليمني. سعادة كبيرة للجماهير اليمنية الحاضرة في مدرة في الوقت الذي كل الأنظار تتجه إلى عبد الواسع المطري والمخيني المطري المطري المطري. عبد الواسع المطري وسط الأمطار يعيد اليمن من أمام عمان، يعيد اليمن من أمام عمان. عبد الواسع المطري يأتي بالتعديل ولا ركلة جزاء من جمال حبسي، وقال إثري عبد الواسع المطري ليأتي بعد ذلك ومن خلال نقطة الجزاء بهدف التعديل للمنتخب اليمني. هدف مقابل هدف، هدف الرد يأتي سريعا من جانب عناصر المنتخب اليمني. هنا للمرة الثانية إلى شباك المنتخب العماني، هل يصل إلى شباك أبناء السلطنة؟ كورة وبعد ذلك تقدم عناصر المنتخب اليمني. ما الذي يقدم المنتخب اليمني في دقائق ماضية لدى المنتخب العماني؟ محاولة بعد ذلك لكرة تلعب عالية، إبعاد بقبضة اليد، ولا زالت المحاولة تعود بعد ذلك لدى جميل اليحمدي في اللقطة الماضية. محاولة كرة عمانية، المنذر العلوي أتلت بعد ذلك مرت واجتازت إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، مرت إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. الكرة الماضية، المحاولة الماضية التي اجتازت إلى ركلة مرمى لدى علي فضل. صورة لاحظ قمصان اللاعبين المبتلة بمياه الأمطار من خلال لحظات هذه المواجهة والمحاولة والتسديدة. عمر الداحي يأتي بهدف للمنتخب اليمني. شوف 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 الداحي، قوية زاحفة تعانق مرمى المخيري. يا هذا هدف بهذه الروعة بهذه الصورة. ركلة جزاء ولذلك
ذلك يأمر بتنفيذ الكرة الثابتة، الركلة الحرة المباشرة وكرة نفذت وكرة جول 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 جول. اجتازت ومرت وبعد ذلك عبرت وجاء المنتخب العماني بالتعادل. علي عباس ما سيطر على كرته، لم يستطيع الامساك بها. هكذا من ارشد العلوي، ارشد العلوي ياتي بالتعديل للمنتخب العماني. مرت وعدت واجتازت. نام 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 في اللقطة الماضية، مرت وعبرت. لدينا دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، دقيقتين على نهاية أجواء شوط اللقاء الأول. مرور وقوع سقوط والقرار ركلة جزاء جميل الأحمدي ينجح في كسب ركلة جزاء في الوقت الذي مدير عبد ربه ينال البطاقة الصفراء. شوف الإعادة، شوف الكرة، شوف جميل، شوف جميل. مر وتقدم وتوغل وبعد ذلك وقع وسط استدام كان حاضرا. أولا يا عمان ركلة جزاء الآن لأبناء السلطنة. أرشد العلوي، أرشد العلوي. هل يعطي التقدم لعمان؟ هل يعطي التقوى؟ نعم، إنها مياه الأمطار، إنها مياه الأمطار. أرشد علوي وقع، انزلق، تأثر وبعد ذلك رحلت بعيدا. هنا الكرة التي ما تتخلص وتعود. لاحظ الارتداد السريع من جانب عناصر المنتخب اليمني، لاحظ المهارات، لاحظ الكعب، لاحظ التمرير، لاحظ الروعة. شوف عبد الواسع، شوف عبد الواسع، شوف المنظري. 4 أهداف في ملعب البصرة الدولي والصافرة تقترب من عبد الله الجمالي. نعم أيها سيداتي والسادة متابعي قنوات الكأس أينما كنتم وفي كل مكان، شوط أول بتعادل إيجابي، شوط مثير وغليب وسط الأجواء الماطرة الرائعة التي تستمر. صافرة بداية لقاء أو شوط لقاء ثاني هنا يأتي ما بين المنتخبين اليمني والعماني. شوط لقاء أول كان رائعا مثيرا جميلا. التغييرات سواء لدى المنتخب العماني أو لدى المنتخب اليمني. هنا لدينا كرة وتوغل وبعد ذلك محاولة لكرة عالية. الشعار سيفلك والخنجر عمانية، الشعار سيفلك والخنجر عمانية. أبناء السلطنة يتقدمون. شوف الكرة الماضية العارضة وبعد ذلك أقلع. طار 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 عصام الصبحي ووضع الكرة في شباك ومرمى المنتخب اليمني. العمانيين يعودوا للتقدم مرة أخرى، يعودوا للتقدم ومع بداية شوط اللقاء. المطر يتأثر بماء المطر، وقع بالكرة الماضية بعد لمحات نقلات فنية لدى المنتخب اليمني، لكن المنذر العلوي سدد الكرة. الكبار عشاق كرة القدم يتواجدوا. كرة اليمنية 1-2. الكرة وين؟ لمخين يسر. كرة عمانية لمسة بعد ذلك زاهر الأغبري. شوف زاهر مر، شوف زاهر مرر. الكرة لدى العلوي، منذر ما سيطر. التسديدة تغيرت، تحولت
بعد ذلك مرت إمام قبل لقاء الأخضر السعودي والمنتخب العراقي. ركلة ركنية لعبت عالية، خروج يأتي من محمد أمان الذي يصل المنتخب اليمني. الكل يترقب، الكل ينتظر، الكرة تنفذ. بعد ذلك محاولة مرت من مدير عبد الرب، كانت قريبة، كانت قريبة. حمزة الريمي، اي فرصة يا حمزة، اي كرة مرت، اي كرة عبرت بجوار مرمى ابراهيم الواسع المطري. عبد الواسع المطري يلعب كرة، محاولة بعد ذلك مرت من الكل. لا تزال مستمرة الصراع، الحوار، الوقوع وركلة جزاء. ليلة للتاريخ تبدوني للمنتخب اليمني، ليلة من ليالي التاريخ لكرة القدم اليمنية. عبد الله جمالي الكويتي يأتي بصافرة وركلة جزاء لأحمد السروري، لأحمد السروري. هنا الصافرة بعد الالتحام، ركلة جزاء لليمن الآن، ركلة جزاء لليمن الآن. نعم، لم هدف تعديل، الصافرة تنتظر. علي مخيني وكرة لليمن والتصدي. ضاعت على المنتخب اليمني، هنا الكرة التي ضاعت على المنتخب اليمني من محمد الداحي البديل، وتألق في صدها إبراهيم المخيمي. يحتي المنتخب العماني نقاط اللقاء الثلاث، ينقذ مرماه ويبقي الفوز خارج أرضية الملعب. نعم، اللقاء القادم هو لقاء الأخضر السعودي، لقاء الأخضر السعودي أمام المنتخب العراقي، في لقاء هام ولقاء أيضا ربما تتضح من خلاله معالم وبعضا من ملامح هذه المجموعة. ترى جمالي ينهي تفاصيل لقاء عمان اليمن بفوز المنتخب العماني بثلاثية مقابل هدفين، وبعد أداء